شوف يا سيدي، فرحة العيد ما تتوصفش لما بيجي العيد وكلنا بنجري ونجيب ملابس العيد لينا ولأولادنا. يا رب دايما ربنا ما يقطع لنا عاد. كسوة العيد دي ليها أصل برضه، والأصل فيها فاطمي. واضح إن الفواطم دول أو الفاطميين زي ما عملوا لنا حاجات جميلة ودلعونا ورطونا في قصص بتغرمنا دلوقتي، لأن الفاطميين حرصوا على تأسيس دار كبيرة جدا لإنتاج كسوة العيد، كان اسمها دار الكسوة، وكانت مهتمة جدا يجي لها من دور الطرز اللي هي مصانع النسيج في أيام الفاطميين، كانت تبعت من كل أرجاء مصر لدار الكسوة الموجودة في القاهرة. شوف كمية الملابس بقى المتجهزة الجديدة المغلفة الجميلة بقى المعدة إن الناس تلبسها في أول يوم العيد، وكان الخليفة يوزعها على الأمراء والموظفين من كبيرهم لصغيرهم، من أكبر موظف في الدولة لغاية الفراش الغلبان ده ياخد ملابس العيد ليه ولأولاده. وكان الفاطميين دول الحقيقة برضو سبقهم في العصور الإسلامية السابقة عليهم زي العصر الأموي والعباسي، مسألة خروج الخليفة في أول أيام العيد ومعاه الموظفين بتوعه كان بيخلع عليهم الملابس الجديدة. لكن الفاطميين طبعا بلغوا في المسألة زي عادتهم بالطرف والبذخ اللي احنا عشناه في ايامهم باستثناء فترات الشدائد يعني، فعملوا بقى دار الكسوة ده كم كبير جدا من الملابس والهدوم اللي كانت تطلع وتوزع من دار الكسوة عشان يمشي الخليفة بقى في اول ايام العيد، وجنب منه بقى الموظفين لابسين بقى ملابس جميلة وانيقة. وكان المسؤول عن دار الكسوة دي اقوى واقدم ترزي موجود في مصر، وكان اسمه صاحب المقص، ومعاه مجموعة كبيرة جدا من الترزية والعمال اللي بتشتغل معاه وتساعده، لأن طبعا كانت مسؤولية كبيرة بتهتم بيها الدولة الفاطمية، وبتهتم بتوزيع الكسوة زي ما بنقول على رجال الدولة وموظفينها من أكبر موظف لأصغر موظف. لكن بعد العصر الفاطمي طبعا الدولة الفاطمية كانت غنية، بتحكم مصر والشام وشمال أفريقيا والجزيرة العربية، فكان عندهم فلوس وذهب قد كده. بعد كده الدول اللي جت بعدهم ما كانتش بقى مهتمة بالأمر بالدرجة دي، كان اللهم إلا توزيع بعض الخلع على كبار رجال الدولة في العصور اللاحقة العصر الفاطمي. وفكرة ملابس العيد كلنا حريصين عليها إلى الآن. صحيح بقينا نتكبد بقى عناء شرائها بأنفسنا، لا عاد في دار كسوة ولا حد بينتج حاجة، وتدريجيا قل طبعا الاهتمام بأن الدولة تبقى مسؤولة عن حاجة زي دي، وبقت مسؤولية الأفراد. مسؤوليتنا إحنا بقى نشتري الملابس الجديدة لينا ولأولادنا في العيد، وكل سنة وانتوا طيبين.